السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد، بس فيديو توفير التوفير. يعني لو عندك ربع كيلو من صدور الفراخ هتقومي النهارده تعملي لهم وليمه. يلا بينا نصلي على الرسول ونبتدي الفيديو بتاعنا. بس ما تنسوش تحطوا لي اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك، وكومنت حلو منك ليا يشجعني. جبت بقى كده صدور الفراخ زي ما انتم شايفين، ونزلت كده في الكبه بصدور الفراخ علشان افرمها. زي ما قلت لك في بداية الفيديو، لو عندك صدر فرخ واحد أو ربع كيلو من صدور الفراخ هيعمل معاكي وليمة من الأكلة بتاعتنا النهاردة. فرمت صدور الفراخ، بس أنا ما فرمتهاش فرم ناعم، أنا سبتها يكون فيها خشانة شوية. هتشوفوا دلوقتي الشكل بتاعها عامل إزاي. أدي كده صدور الفراخ بتاعتي اتفرمت، وده كده القوام اللي أنا عاوزاه. في الكبة بقى كده زي ما انتوا شايفين نزلت ببصلتين كبار وقرن فلفل رومي اخضر، بتحبي الحاجة سبايسي انزلي بقرن شطة، وكمان فلفل الوان، بس انا حطيت فلفل رومي احمر يكون كبير شوية، وهقول لكم ليه، بس كملوا معايا الفيديو. فرمت بقى كده البصل مع الفلفل، ونزلت كمان عليهم بعودين من البقدونس، وفرمت كده كله مع بعضه، وصفيت مية البصل. انا عايزة التفل بس مش عايزة المية برضو ليها استخدام، وهتشوفوني انا هعمل بيها ايه. زي ما انتم شايفين ده كده بقى التفل. هنزل بقى كده على صدور الفراخ المفرومة بتفل البصل والفلفل. هنزل عليهم بمعلقة من الثوم المهروس، ومعلقتين من الدقيق كبار، ممكن تستبدليهم بمعلقتين بقسماط او فيجيتار، وشوية من الملح، وشوية من الفلفل الاسمر، وشوية من السبع بهارات. عايزة تزودي اي توابل تانية انت حباها زوديها. انا كمان هسيب لك كل حاجة في صندوق الوصف. اللي مش عارف مكان صندوق الوصف، هو سهم صغير على ايدك الشمال تحت الفيديو، هتضغطي عليه هتلاقيني كاتبالك كل حاجة. هقلب بقى كده كله كويس مع بعضه، وكمان حطيت نص معلقة من البيكنج باودر وشوية من الملح. قلبت بقى كده كله مع بعضه، وكمان نزلت عليهم بمعلقة من السمنة البلدي. طب حطيتي معلقة سمنة بلدي ليه؟ لأن أنا ما عنديش دهن يا جماعة. الدهون اللي هي بتتشري أو دهنة من عند الجزار أنا ما كانش عندي، فاستبدلتها بمعلقة من السمنة البلدي. كفتة الفراخ أو كفتة اللحمة أهم حاجة فيها الدهون، علشان بتدينا طراوة لصبع الكفتة. جبت بقى كده ميه البصل. بصوا شايفين اللون بتاعها احمر ازاي؟ ده لان انا مزوده الفلفل الرومي الاحمر، لان انا قلت لكم، انا هقول لكم انا زودت الفلفل الرومي الاحمر ليه. علشان عايزه الميه بتاعت البصل يكون لونها احمر زي ما انتم شايفين. نزلت بقى كده على ميه البصل بشويه من الملح، وشويه من الفلفل الاسمر، وشويه من السبع بهارات. انا كنت حاطه كفته الفراخ بعد ما قلبتها، كنت حطاها في التلاجة علشان تتشمع وما تفكش معايا وتبقى متماسكه. طب ما انتوا هتقولوا لي انت حاطه معلقتين دقيق. ايوه حاطه دقيق، لكن برضو لازم تدخلوها التلاجة علشان تتشمع معاكم. جبت بقى كده العيدان او السياخ بتاعه الشيش طاووق، وبدات كده اصبع صوابع الكفته بتاعتي. بصوا عملت معايا كميه قد ايه. طبعا احنا بنزود بصل وبنزود فلفل الوان، فلازم كده كده يزود لنا كميه الفراخ. حتى برضو لو لحمه مفرومه، البصل او اي اضافات احنا بنحطها بيزود لنا الكميه. علشان كده بنقول لكم ان الاكله دي يا جماعه اكله موفره جدا جدا. بدأت بقى كده أصبع وأشكل الكفتة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، بس ببل ايديا بمية البصل. احنا مش منهدر أي حاجة النهاردة. يبقى التفل حطيناه على الكفتة، وكمان المية بتاعت البصل والفلفل بنشكل بيها صوابع الكفتة كده زي ما انتوا شايفين. عندكم بقى السياخ بتاعت شيش طاووق استعملوها، عندكم السياخ تانية اعملوا بيها، ما عندكوش برضو ممكن تعملوها أي شكل انتوا عايزينه. انا النهارده هسويها على البوتاجاز، وقبل كده كنت عاملاها في الفرن، وهقول لكم الفرق ما بين الفرن وما بين التسويه بتاعه البوتاجاز. كملوا بس كده معايا الفيديو، وما تنسيش ذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ادي بقى كده شكلت الكميه كلها، ودي كده الكميه اللي انا عملتها. اعملوا بقى كده، لو انتوا فايض منكم شيلوا في الفريزر، لو انتوا عدد الاسره بتاعكم كبير يبقى كملوا الكميه. ادي كده شكلتها، وبرضو حطيتها في التلاجة قبل ما اسويها. وجبت بقى كده الجريلا على البوتاجاز. عندكم طاسة، عندكم جريلا، عندكم صينية، احنا مش بنوقف نفسنا على حاجة. جبت الجريلا وبدأت كده ادهنها دهنة بسيطة من السمنة. ممكن تدهنيها زيت، مفيش برضو اي مشكلة، بس دهنة بسيطة. واول كده ما الطاسة او الجريلا تسخن معاكي، هتنزلي بصوابع الكفتة زي ما انت شايفة. مية البصل اللي انا كنت بشكل بيها
صوابع الكفتة هتاخديها برضو تدهني بيها الكفتة كده وهي في الجريلا وبتقلبيها شمال في يمين ويمين في شمال لحد كده ما تاخد اللون والتسوية المظبوطة. عايزة نقول لكم الريحة بتاعتها حرفيا والله يا جماعة قلب الدنيا، وكمان هي كده كده اصلا ما بتاخدش تسوية يعني في الطبيعي ان الفراخ ما بتاخدش تسوية. تخيلوا بقى الفراخ مفرومة فكده كده يعني هي مش بتاخد معاكي وقت خالص، يعني ما بتكملش 10 دقايق والله يا جماعة. بالنسبة بقى للتسوية في فرن البوتاجاز أنا عملتها قبل كده في الفرن، ودلوقتي عملتها معاكم على الجريلا. أنا بالنسبة لي أنا في الفرن أحسن، على الجريل من فوق بتنشف شوية، يعني بتبقى في الفرن جوسي وطرية عن كده. هي برضو طرية بس الطراوة بتاعتها بتكون أكتر لما بتدخليها الفرن. زي ما انتم شايفين كده بقلبها يمين في شمال وشمال في يمين لحد كده ما تستوي من جميع الجوانب، وبالميه بتاعه البصل بقيت ادهن لحد كده ما بتاخد معايا اللون اللي حضراتكم شايفينه ده. انتوا شايفين اللسعه دي يا جماعه بيبقى طعمها في منتهى الجمال، ودي كمان بتكون علشان الميه بتاعه البصل اللي احنا بندهن بيها بتدي اللون اللي انتوا شايفينه ده. خلصت بقى كده الكميه كلها، حطيتها كلها في الجريلا زي ما انتم شايفين، وكنت بقى مولعه فحمايه. حطيت كده بقى الفحمايه وشويه من الزيت وقفلت عليها علشان تاخد من طعم المشاوي. الخطوه دي فرقت جدا جدا يا جماعه في طعم كفته الفراخ. عايزه نقول لكم حلوه جدا جدا وولادكم حرفيا هيعشقوها. ادي كده كفتة الفراخ بتاعتي سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة، ما فيهاش اي افتكاسات. وعايزه نقولك انت اصلا لو اكلتيها بره في مطعم بتكون غاليه جدا، يعني الحاجات دي احنا بنعملها في البيت طبعا، وحاجه البيت بتكون مضمونه وعارفه انت بتعملي ايه والفراخ بتاعتك ازاي والصدور ايه. فانت حاجه البيت حاولي كده تعمليها بايديكي، بتكون اطعم وانضف كتير كتير من حاجه بره. قدموها كمان بالشكل اللي انتوا عايزينه. انا جبت الرغيف وحطيت عليه شويه من الكاتشب ورصيت صوابع الكفته. ممكن تقطعي فوق الكاتشب شويه كده من البصل الني، وكمان عودين كده من البقدونس، وترشي عليهم كده شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسمر. بصوا شايفين الطراوه بتاعتها عامله ازاي، وكمان عملت معاها مكرونه. يعني انتوا بقى تاكلوها بالطريقه اللي انتوا عايزينها، المهم ان هي حلوه جدا جدا وهتعجبكم، وطريقتها سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، وكمان موفرة. يعني زي ما قلت لك في بداية الفيديو بترمي معاكي كمية حلوة قوي بسبب كمان الإضافات اللي احنا بنحطها على الفراخ. ادي كده الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الوصفة بتاعتي وتطلع كمان احسن مما انا قلت لكم عليها. ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايب قلبي. يلا بقى كده حطوا لي اللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك، وما تنسونيش في دعوة حلوة من قلوبكم. باي باي.